فهذا حفتر ذهب إلى روسيا وأطبع لنا عملة مزيفة. تعرفوا خطر هذا الأمر زي ما عمل في المسألة الأولى. اللي بيحصل أن هذه العملة يعني يبقوا يشروا بها في الدولار ويوضعها في المصارف، تصدر بها شيكات ويدفعوها للحكومة وللمصرف مصارفنا كلها، وبدل ما الدولار كان ب4 يشروه حتى ب5 ولا ب6، فيحصل غسيل أموال ويستنزفوا البلد، وكل الدولارات اللي فيها يجينا من النفط ولا ياخذوا فيها من جيوب الناس كلها يسحتها حفتر ويشتري بها السلاح ويقاتلنا بها ويذبحنا بها. أقول فيما يتعلق بالتعامل بهذه العملة حرام، لا يجوز، وخاطب كل الليبيين لا يجوز لهم أن يتعاملوا بهذه العملة، فإنها عملة مزيفة لضرب وتدمير اقتصاد ليبيا، وهذه أشنع من إفساد سكة المسلمين.